لو كل ده لسه ما حضرتيش الغدا، تعالي شوفي الفيديو ده. اكله سهله وسريعه وفي حله واحده. جبت الفراخ كده مقطعه، رشيت عليها رشه ملح وفلفل اسود، تمام. بعد كده جبت الحله، حطيت فيها زيت وسمنه ومستكه، حطيت فيهم الفراخ وهديهم تشويحه كده سريعه. هنا انا لسه معليه النار عليها، ما وطيتهاش، تمام. بعد كده هجيب بصلايه كبيره او بصلتين صغيرين ومتقطعين كده وهحطهم عليها، هديهم برده تشويحه. لسه كل ده النار عاليه عليها، تمام. اول ما تبدا كده تحسوا انها بدات تدخل في التحمير، هوطي عليها النار. بعد كده حطيت عليها ورق لورا وليمون لومي. بعد كده هبدا ان انا احط البهارات، بابريكا، وحطيت كمان بهارات فراخ وكاري وشويه قرفه، وحطيت كمان دي مرقه دجاج. بعد كده هبدا دلوقتي اللي انا هقلب بقى وههدي النار عليها. هحط بقى كده طماطمين مبشورتين، وهلم بقى كل البهاريز اللي في الحله دي بالطماطم المبشوره، تمام. حطيت عليها شويه بزله، وحطيت كمان عليها جزر مبشور. الجزر المبشور بيبقى طعمه احلى في الطريقه دي. المفروض هنا دي بتتعمل برز بسمتي، بس انا عملتها برز ابيض عادي، مفيش اي مشكله، مش هتقول لا. شايفين بقى تداخل الالوان كده والحلاوه، الاكله اصلا شكلها كده لوحدها وهي نيه يفتح النفس. بعد كده حطيت عليها ميه سخنه. هنا بقى خلاص عليت خلاص النار عليها، وهسيبها لحد ما تتشرب، ههدي عليها النار. وبعد كده تاكلوا احلى رز في حله واحده. طريقه سهله جدا ومفيهاش اي حاجه خالص. اهم حاجه بقى تكتبوا لي بتعملوا ايه اكلات الانقاذ السريع، ولو وصلتوا هنا تصلوا على النبي وتابعوني. منوعات ساره جمال، باي باي حلوين.